أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صباح في أوراده يدعو، وفي كل مساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز من لم يملك الأدوات فهو عاجز، بعيد من هون واحد مقطوع الأيدي والأقدام، عجز. بس الكسل من ملك الأدوات ثم لا يفعل، عنده إيدين ورجلتين، عنده عين، عنده فم، عنده أذن، عنده عقل، ثم هو يقضي الوقت على اللعب، يقضي الوقت على اللهو، يقضي الوقت على قارعة الطريق، يقضي الوقت على مواقع النت، يقضي الوقت على متابعة الأخبار، يقضي الوقت على تصفح ما يأتيه من رسائل، يضيع عمره في هذه. يقضي الوقت ما عم بيقضي يعني نصف ساعة أو ربع ساعة، إذا حسبت خلال 5 سنوات هو قضى ممكن 2 ولم يفعل شيئا. مطلوب منك أولا أن تكثر العمل وتقل المراءة واللهو والجدل وتترك الكسل. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. شو طبختوا امبارح؟ يا أخي الدنيا شايف قديش شوب، والله قديش حرارة. أما كل الناس شايفة إنه شوب، ما في فائدة من هذا الكلام، يعني ما في فائدة، خاصة إذا طال منك. خاصة شفت المباراة تبع امبارح، هن الاثنين شافوا المباراة وبيقعدوا 2 ساعة كمان يتحدثون في المباراة، وكأنهم يعني شو ستدور عليهم الرياضة في الكرة الأرضية. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عنا شغل بدنا نشتغله وأنتوا أخي بدكم تشتغلوا اشتغلوا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. في ناس حتى نحن بنقول قلبه حي، بيقعد معك بيضله ساعة، هاتوا خذ هاتوا خذ هاتوا خذ. يا رجل أنا أريد أن أعمل، خلص شو بدك؟ شو بدك؟ دعني أعمل، عنا شغل يا رجل، الحياة قصيرة جدا. في رجل جاء إلى أحد الصالحين قال: أريد أن أجادلك في مسألة. قال: أمسك لي الشمس. بدك تجادلني بس وقف لي الزمن بالله، لأنه أنا الوقت كتير مهم عندي، ما عندي وقت للجدال. أو بتوقف الشمس بجادلك، ما بدك توقف الشمس ما بيطلع بإيدك، ما عندي وقت للجدال. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. تلاقيه بيشتغل كثير وبيحكي قليل. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. تشوفوا بحاكيك بتحسوا بينظر للكرة الأرضية كلها. بعدين شو مشتغل حضرتك؟ ما مشتغل شيء أبدا. فما عندي وقت أنا أحكي كثير، ولا عندي وقت جادل كثير، ولا عندي وقت ضيعه بين يدي الناس كثير. أريد أن أعمل. ثم البلد اليوم يا أيها الإخوة تحتاج إلى عمل، ولا تحتاج إلى كثير جدل، ولا تحتاج إلى تحليلات كثيرة، ولا تحتاج إلى مناقشات كثيرة، ولا تحتاج إلى صراعات بالأقوال بين الناس. يا أخي انفع نفسك، اعمل، خذ أجرة وانفع العباد. ما في عمل بأجرة، روح اعمل عمل من دون أجرة. ما في عمل من دون أجرة، روح يا أخي مر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما في أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس اسكت عن الشر. يعني نحن بحاجة إلى شباب فاعلين، إلى رجال فاعلين، إلى نساء فاعلات، إلى من تربي أولادها، إلى من يعتني بإخوانه، إلى من يساعد الناس.